اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده بقى لسه سنه سعيده عليكم، وهتل علينا سنه جديده كده يا رب، بتفاؤل وبسعاده. واللي عايز يتجوز يتجوز، واللي عايزه تخلف يا رب تجيب توأم، وربنا يرزق كل من كان بالذريه الصالحه، امين يا رب العالمين. ونحقق كل احلامنا وربنا يرزقنا ويوسع رزقنا كلنا يا رب، وحقق كل احلامنا، وكل سنه وانتم طيبين وفرحانين بنجاح اولادكم يا رب، وتحققوا كل احلامكم. يلا بقى ايه، النهارده هنجيب فيديو كده حلو كده بقى بمناسبه راس السنه، اخر جمعه بقى في السنه الجديده. يعني في السنه القديمه وهنبدا سنه جديده ان شاء الله. اخر جمعه في السنه القديمه وهنبدا سنه جديده. دوم 3 كيلو لحمه ضاني، ريش ضاني كده زي ما انتم شايفين. هنعمل التتبيله بتاعتها ونتبلها كده، ده على بيات ان شاء الله كده، يعني عاملاها بالليل وهنصبح الصبح ايه نشويها مع بعض. خدنا بقى بصلتين كبار كده، فرمناهم في الكبه ناعم قوي 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 قوي، او عندك مبشره بشوريها. وده دبس رمان. احنا هناخد البصله بقى نصفيها كده زي ما انتم شايفينها، وناخد الميه بتاعتها. هنحط معلقه كبيره كده دبس رمان، وهناخد برضو معانا صويا صوص، هناخد برضو معلقه كده معانا في التتبيله بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. انا بعمل التتبيله ديت في المشاوي بجد والله تحفه، بس ماشي معايا بالطريقه اللي انا بقولك عليها وانت هتاكلي احلى لحمه مشويه. خدنا بقى البهارات بتاعتنا، لا بحط كمون ولا كزبره ولا الكلام الفاضي ده كله اللي انتوا عارفينه. ده بهارات يعني مشكله كده، لان ما عندوش عادي ما يحطهاش. انا بحط في التتبيله فلفل والسبع حبات بس، دومت في التتبيله بتاعته، والملح بتاعنا وخلاص. اما انا بقى ما بحطش اي حاجه، وممكن شويه بابريكا لو عايزه بابريكا حطي بابريكا، انا بحط بابريكا. ومعانا برضو لو عندك زبادي حطي، ما عندكش زبادي انا بحط لحمه، بحط على اللحمه اللي هي بتنشوي، ان كانت فراخ او لحمه بحط لبن حليب. ما بحطش انا زبادي، عندك زبادي حطي مش مشكله، بس اللبن بيطرها كده وبيخليها نكهه حلوه وطعم حلو. خلاص، ده التتبيله بتاعتنا مش اكتر من كده، ما بحطش اي حاجه، ادي اللبن الحليب. هناخد يجي كوبايه كده. خلاص هنقلبه كويس. دي التتبيله بتاعتي معتمدها في اللحمه المشويه على طول، والله العظيم هتجربيها تحفه، وريحتها هتجيب من اخر الشارع. هننزل باللحمه بتاعتنا كلها كده، غطسيها كده في التتبيله بتاعتك، خليها تشرب من التتبيله كلها كده. ده لحمه يعني ريش ضاني، كان الخروف صغنون شويه بس هي استوت بالعجل، وما شاء الله كان طعمها حلو قوي. هنقلبها كده كلها لحد ما تشرب من التتبيله. هو الخروف كان صغير شوية، فيعني ايه كسرناه ببعضه كده، وخدنا الريش مع اللحمة بتاعته كلها ببعضها. فهنغطيها بقى كده زي ما انتم شايفين، تحطها بكيس نايلون كده وتغطيها كويس وتحطها في التلاجة. خلاص هنركنها على جنب بقى، ونشوف هنعمل ايه تاني. ده بقى فرخة، في ناس ما بتحبش اللحمة، فاحنا يعني ايه بنعمل لكل واحد طلبه. ده فرخة كبيرة 2 كيلو ونص، قطعتها 8 قطع زي ما انتوا شايفين. عملت الصدر 4، والأوراق كده الدبوسين، وبقية الورك وكده، يبقوا عملتها ايه 8 قطع. هنجيب بقى السكينة بتاعتنا ونعمل فيها فتحات صغيرة كده عشان تشرب من التتبيلة بتاعتها زي ما انت شايفة كده. هتمسكي كل قطعة ما شاء الله، يعني بصوا هي كبيرة وحلوة الزيت، يعني مش قطعة صغيرة حلوة كده يعني تملى العين. والدبابيس برضو بتاعتنا كده هنقطعها، نعمل فيها فتحات. كل الفرخة يعني عامة تعملي فيها فتحات كلها. خلاص، فانا بوريكم يعني بصوا تقطيعتي في الفراخ جميلة الزيت، فازاي مش الزيت ازاي ازاي. يلا بقى نشوف التتبيلة بتاعتنا. معانا 5 فصوص توم، ومعانا بصلة كبيرة. ما بحطش فلفل في التتبيلة، فلفل اخضر ولا حاجة، بس هم دول بس اللي ايه اللي بحطهم، بصل وثوم. هنقطعهم في الكبة كده ونفرمهم بقى قوي 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 لحد ما تنعميهم، عشان خاطر ايه ما يتبانش فيها البصل قوي زي ما انتوا شايفين كده. فانا اهوت عملتها في الكبة ونعمتها. عندك مبشرة مش مشكلة، اعملها بالمبشرة برضو تنعم كده. بس انا قلت بقى نفرمها بدل ما عندنا كبة يعني، والحمد لله قلنا نفرم ايه الثوم مع البصل مع كله. خلاص، فانا بقى ايه دي بهارات بهارات فراخ متشكله كده، يعني جايه
شارياها، فانت عندك حطي منها، مش عندك خلاص. آه، فانا ما بحطش كمون وفلفل في التتبيله زي ما انا كنت قايله لكم في المشاوي بالذات. هناخد بقى في شويه فلفل مع السبع حبات. عارفين السبع بهارات او السبع حبات اللي هم ورق اللورا واللي هي جوز الطيب والحبهان والقرفة. كل ده بقى تتبيله كده، يعني تشكيله كده انا بفرمها عندي في الخلاط او بطحنها في الخلاط وبنعمها زي الفلفل كده، وبحطها في برطمان للمشاوي للاكل، بتبقى طعمها حلو عامه يعني. زي ما انتم شايفين جبت كوبايه اللبن حاططها عليها، وهناخد شويه ملح، وحطينا دبس رمان برضو. بس انا ما بحطش اكتر من كده، ولا بحط مستردة ولا حاجه. ده دبس رمان اهون، فهو من الدنيا برد بينزل بصعوبه شويه. هناخد مقدار برضو معلقه كبيره. خلاص، اعملي بس التتبيله زي ما انت يعني زي ما انتوا شايفينها كده. التتبيله ديت بتاعه الفراخ اقسم بالله تحفه. مش هنشويها على الفحم ولا حاجه، انا هشويها في الفرن البوتاجاز، وهوريكم ازاي هنحطها في فرن البوتاجاز ولا النار عليها ازاي. تطلع معاكي حلوه ولونها جميل. تمشوا معايا واحده واحده في الفيديو، اقسم بالله تطلعي مستفاده بكل حاجه. وان استفدتي مني باي شيء تعملي لي لايك وكلمه حلوه كده، تقولي لي مثلا تسلم ايدك اي حاجه. مش لاقي حد يقول لي تسلم ايدك، قولوا له انتوا بقى. خلاص، بحبكم في الله، وربنا يزيدكم نعمه في حياتي وبحبكم كانكم والله انتوا اخواتي كلكم، وربنا اعلم انا بتشجع معاكم قد ايه، وببقى فرحانه لما بعمل فيديو معاكم. خلاص، فانا بصوا هدخل التتبيله كلها ببعضها زي ما انتوا شايفه كده اهوت كده. هنقلبها كويس من تحت لفوق كده عشان تشرب من التتبيله بتاعتها. هنغطيها برضو بكيس كده نايلون برضو، او عندك بتاع كيس ستريتش او كده، غطيها اللي يعجبك بقى انت، بس عشان خاطر ريحه التلاجة او كده ما ايه ما تبقاش ريحتها بصل وتوم. لو حاجه في التلاجة تبقى فاكهه او حاجه تبقى ريحتها بصل وتوم. خلاص، فانا بقى ايه بصوا يعني كل ده كنت تبلته على بيات. صباحة الصبح بقى كده بمشيئة الله، يعني ربنا جعلنا ان احنا نقوم الصبح نعمل طلباتنا يعني. جعلنا كل مش الحديث ايه مثلنا ما افتكره كده. الحمد لله الذي احيانا بعد ان اماتنا. ف ما اليه النشور استعد بقول واليه النشور. صباحنا الصبح كده وجبنا بقى نكمل اكلنا. معنا شويه بسله، جبنا كده يعني معلقه سمنه كبيره حلوه كده، معاها بصله مفرومه، وهنحمرها برضو نصفرها لونها ذهبي كده، وهنزل بالبسله وجزر واخدها تشويحه زي ما انتم شايفين. هتقلبها بقى البسله بتاعتنا بتنزل ميتها وبتشرب من البصله، اقسم بالله بتفضل بقى الايه حبايه البسله معانا مش بتنكمش كده زي ما انت بتعملي، لا بتفضل منفوخه بالتلوحه دي. تفضل البسله كده بلونها وشكلها، وبتفضل معاكي منفوخه كده مش بتكرمش. في ناس بتقول لي البسله معانا بتكرمش، اعمليها بالطريقه دي وعمرها ما هتكرمش معاكي. في ناس انت عارفين حبايه البسله بتكرمش ازاي؟ يعني بتحس ان هي دخلت في بعضها كده وشكلها مش حلو. بتدبل كده يعني مش بصوا انا جايبه لكم الاخر بتدبل، يعني تبقى تحس البسليه بقت دبلان. خلاص، فاحنا هنسيبها تتسبك مع بعضها بقى كده وايه. وهنجيب الشبكه بتاعتنا كده بتاعت الشاوي، وهندهنها بنجيب معلقه زيت كده بالفرشه بتاعتنا، ونمسك السلوك بتاعتها كلها ندهنها عشان خاطر لما ترصي فيها الفراخ ما تلزقش منك وانت بايه بتطلعيها. خلاص، هنجيب فرختنا بقى كده من التلاجة زي ما انتوا شايفين. كنت حطيت عليها كيس تاني كده عشان خاطر ايه برضه ما تطلعش ريحة في التلاجة. هترصها انت بقى على الشبكة بتاعتك كده كلها جنب بعضها كده. وده صينية انا لفاها بورق فويل كده بتاعت الفرن الكهرباء عشان خاطر لما الصوص بتاع الفراخ ما يعكش الفرن بتاع ببعضها كده. وهتقفل عليها الشبكة كويس. هنجيب طبق فاضي، وهنجيب برضو يعني بصوا معلقتين كده صويا صوص، وهنجيب برضو معلقة زيت زيتون زي ما انتوا شايفين كده، عشان تدي بقى لون للفراخ كده بقى وشكل بقى تحفة ان شاء الله. بعد ما تطلع من الفرن هوريها لكم. هتقلبيهم في بعضهم، وتمسكي بقى الفراخ كلها كده تدهنيها عشان يديلها لون شكله بقى كده، يديلها لون مش عارفه، مش هقول لكم انتوا هتشوفوا بعينيكم. خلاص، هنمسك الفراخ بتاعتنا كلها كده هندهن.
بعد ما قفلت عليها الشبكة كويس. خلاص هنقلب بقى الشبكة بتاعتنا كده وهندهنها برضو الناحية التانية. اللي وصل لحد الفيديو لحد هنا يحط لايك ويكتب لي هو من انهي بلد، ويجبر بخاطري بكلمة حلوة كده، يا رب ما تحرمش منكم ابدا ولا من كلامكم الحلو. هنحطها بقى، بصوا ده فرن البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده. هنولع الشوايه اللي فوق بس مش هنولع تحت. وبصوا وطول بقى ما انت ريحه جايه كده بتغسلي المواعين بتطبخي تقلبيها يمين وشمال كده ان على الناحيه ديت، وتبصوا كل شويه كده ببص عليها واقلب. انت بقى بصي هقولك ازاي بقى. خلي النار يعني وسط كده، ما تعليش الشوايه قوي من فوق عشان تستوي. شايفين بتستوي واحده واحده كده وانا بقلبها كل شويه. هنسيبها برضو اهيت. شايفين بالاخر هتطلعوا بنتيجه حلوه. بصوا كل خطوه بعملها بوريها لكم. فانا بقى سبتها بقى، وهنعمل شويه رز بشعريه كده برضو جنب البسله. بصوا احنا بنعمل اكل يعني بصي اللي اولادي بيحبوه انا بعمله. يعني بقى ما تقولش ده ما ينفعش مع رز مع بسله مع فراخ مشويه، لا. بص في ناس بتاكل رز البسمتي وفي ناس ما بتاكلهاش عندنا، وفي ناس بتحب رز بشعريه وفي ناس ما بتحبوهوش. فاهمني بصي انا بعمل اللي ايه، اللي بيريح ولادي او اللي بيحبوا ياكلوه انا بعمله. مش شرط يعني مثلا ان انا ماشي ان الفراخ معاها حاجه معينه، اللحمه معاها حاجه معينه، لا. اللي ولادك بيحبوه اعمليه وخلاص. فانا بصوا يعني عندي جوزي ما بيحبش رز البسمتي ولا بيحب الكلام بتاعنا دوت اللي احنا بنعمله مكرونه بشاميل والحاجات دي. فانا بعمل شويه طبق بسله كده حلو مع شويه رز بشعريه، اللي ياكل من ده بياكل. وولادنا بقى بيحبوا الرز البسمتي مع المشاوي فبعمل له. فانا فرمت في الكبه جزرايه وقرن فلفل حامي وبصله زي ما انتم شايفين كده، ونعمتها في الكبه كويس على معلقتين، على معلقه سمنه على معلقه زيت. خلاص فالبسله بتاعتنا شايفين قايمه تسبك. شايفين الحبايه منتفخه ازاي زي ما انا بقول لكم، ماهيش دبلانه. عشان لما اقول لكم اعملوا زي ما انا بقول لكم اسمعوا كلامي. فاحنا هنقلب بقى البصله شويه كده لحد ما تدبل بس وتطلعي ريحتها، يعني مش هتحمريها اهي. شايفين هنحط البهارات بقى مكعبين مرقه دجاج وليمونه مجففه ورق لورا وكركم وكاري. ويعني بصوا تشكيله كده من البهارات انتوا عارفين بقى. يعني بصوا انتوا كلكم اتعلمتوا بقيتوا بتعرفوا تعملوا كل حاجه، فانا بقول لكم برضو زياده علم من اللي مش واخده بالها. فهنقلبهم بقى برضو مع بعض كده لحد ايه ما بصوا دي كوبيبه صيني اللي هي الصغيره ديت. بس لما ريحه بقى البهارات تطلع برضو هتنزلي بالرز. انا ما نقعتش الرز يعني او كتير كده، انا ما خدش نقع في ميه 5 دقايق على بعضه. هنقلبه بقى كده وغسلناه وصفيناه كويس. هنقلبه بقى مع البهارات برضو كده لحد ما يتشرب من التوابل ومن البصل بتاعه، وبعدين نزودوه الشوربه بتاعتنا. شوربه او مرقه بتقولوا عليها شوربه ولا مرقه؟ المرقه بتاعت. خلاص زي ما انتم شايفين كده اهوت. هنزودها بقى، بصوا زودناها اهوت. المرقه بتاعتنا زودناها. بصوا على الرز البسمتي على كل كوبايه رز عليها كوبايه ونص ميه بس. تعتمد المقدار ده بيبقى جميل جدا عشان ما كترش ميه وكسر مني. فانا بقى بقول لكم انا بعمل السلطه ده بقى فلفل على خيار على طماطم. بصوا تشكيله بقى كده انتوا عارفينها بقى، مش هقول لكم انتوا عارفين كل حاجه. بصوا ده بقى ايه بصوا شايفين شكل الفراخ كانت استوت معانا. والله مش هقول لكم على الريحه، مش عارفه اوصف لكم الريحه والله العظيم شكلها ايه. شايفين لما دهنا الشبكه بصوا طالعه بسهوله ازاي، مش بتلزق الفراخ فيها. لو انت بقى حطيها من غير ما تدهني الشبكه كده بتقوم رايحه ايه ماسكه في الفراخ ومضيعه شايله الطبقه بتاعتها اللي احمرت خالص. شايفين شكلها تحفه بجد والله بجد تحفه. معنا بقى بص عشان تفضل سخنه زي ما هي جبنا ورقه فويل كده حطينا فيها كزبره وشبت، وهنرص فيها فراخنا عشان تفضل سخنه. وبصوا انا بقى ولعت فحمايه صغيره بس انا ما صورتش المقطع ده، وحطيت على نقطه زيت وبصوا كانك شويه على الفحم خالص. ريحتها بقى بتبقى تحفه اهي. شايفين خلاص انا هلفها كده عشان تفضل سخنه.
فانا حطيتها برضو في حله كده وغطيتها بعد ما لفيتها بورق السلوفان. معنا اللحمه بتاعتنا برضو اهيت، ما انا ما غسلتش الشبكه ولا حاجه. هرص فيها اللحمه بتاعتنا. شايفين ده كله بقى لو انت ما حطيتهاش في صينيه كده في الفرن، كل البهاريز بتاعه الفراخ ديت هتنزل في الفرن كده وتعكلك الدنيا. فانت تعملي بقى الصينيه زي ما انا عاملاها كده واعتمدي الطريقه بتاعتي ان شاء الله. هتدعي لي والله باذن الله، هتدعي لي لو بتحبيني هتدعي لي. خلاص هنرص بقى احنا بقى اللحمه بتاعتنا. واحنا بقى كان ولادي بقى ولعوا من الفحم بره. احنا كنا بامكاننا نشوي الفراخ على الفحم، بس بصوا انا قلت هقول لكم على الطريقه دي حلوه قوي. في يعني انا جربتها لقيتها حلوه، فانا قلت ايه لازم اقول لكم ان انتوا تجربوها برضو. يعني كل حاجه حلوه بجربها بقول لكم عليها عشان تعملوا. هنقفل الشبكه بتاعتنا كويس وايه، وهننزل بقى ايه لاولادنا كده تحت نشويها. شوفوا بقى كانوا ولادي بقى ولعوا اهون، جايبين الفحم بتاعنا اهوت عمال يهووا. والليله عيد، الليله عيد بقى. يوم المشاوي ده بيبقى ليله عيد. خلاص اهوت هنسيبها بقى شويه بشويه كده. وطول ما انت قاعده بصي معاكي بقى شوكه نغزي اللحمه كده عشان تستوى معاكي. ايه بقولك يعني هو الخروف صغير بيستوى بالعجل. اهوت هتنغزيها بقى كده. بس كل ما بتشكيها كده بالشوكه بتقوم رايحه ايه منزله السمنه بتاعت اللحم كده. ومش هقولكوا على الريحه بجد الحته تحفه. هنسيبها بقى بصي ما تولعيش النار، يعني بصي خلي النار هاديه عشان تستوى معاكي. ما تقعليش الفحم قوي والنار بتاعتك تبقى عاليه، اللحمه معانا مش هتستوي. خلاص اهو واحده عايز واحده كده شايفين اهو. مش حارقينها ولا حاجه ولا معلقين النار عليه. شايفين لونها؟ والله التتبيله دي تحفه التحفه. تحفه هي تحفه. فاحنا بقى كنا خلصنا شوي وخلصنا اكلنا، وده بقى اخر الفيديو بتاعنا. وعملنا معاكم طحينه. بصوا انا عايزه اكل تاني. الطحينه اهيت والفراخ اهيت شايفين. واللحمه بتاعتنا مستويه، بس والله انا دلوقتي بصوا انا هوريكم هي مستويه ولا لا. شايفين اهيت. شايفين بصوا. شوفوا مستوي مهيه 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 يا مهيه. يا ولد هات ايه. هات العيش وتعالى. وحاطين عيش جنبه وبصوا كانت اكله حلوه يعني الحمد لله وكل فيديو وانتم طيبين. وما تنسوش تبقوا شايفين الفراخ ما فيهاش دم ولا فيها حاجه. بصوا حاجه كده لوز اللوز. يلا واشوفكم على خير وكل فيديو وانتم طيبين. وما تنسوش حطوا في اللايك وكلمه حلوه تشجعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.